اخوي. شلونك؟ والله الحمد لله، الله يسلمك. كنت اريد اذنك. اخوي. لا، الزلمه ايه صار السيد. ايه ودع. اكيد. ها. اكيد من هنا ساعه ونص ابعث لك صور بالمشفى. ايوه. إيه تمام. ما بس زلمه ضاربوا طلقه راسه، فهمت علي شلون؟ ماخذينه على مشفى عزاز، من عزاز صار طالعينه على كلس، يعني زلمه شبه منتهي يعني. بس استنى الصور تجيني. إيه تمام. وهذا زلمتنا وينه؟ هذا زلمتنا مأمن يعني، ما حد كاشفه ذنوب ولا حد شايفه، بس شلون بشغله. ولاد عم شو اسمه، ولاد عمه هذا ابو نعيم، ايه كلهم انشقوا وزتوا سلاحهم وطلعوا على خانشين على ادلب. وجبهه بنوب. اولاد عبد الستار السيد، مو اولاد عمه؟ وقرايب. قرايب. ايوه يا. كلهم قاعد يطالبون باص احمد الجدعان هسه. واه. اي والله. ليش؟ ايش له علاقه احمد الجدعان؟ احمد هو اللي بعثه. بعث منو؟ بعد عبد الستار السيد، هو تبع درع دجله. يعني هو قائد العسكري بالله. ايوه. هو سلمه كل شيء. معناته هلا هم يطالبون من احمد الجدعان حيفهم. ايه هسه يقولون بدنا راس احمد الجدعان، يعني هسه هم تركوا وراحوا على ادلب، زتوا سلاحهم، ولما تركوا تعتقل كم واحد، وبعضهم سرقوا سلاح وقالوا والله على ادلب، راحوا على هيئه. ليش؟ وين كانوا؟ باي منطقه هم؟ هم كانوا بجبهه عفرين وسحبوا على العزاز وراحوا على ادلب. زلمه ماخذهم. يعني كل اليوم صار هيك؟ فوكس. يعني كل اليوم صاير هيك، جايين على اعزاز وبعدين رايحين شلون؟ لاش من هناك راسا ما راحوا على ادلب؟ ايه راحوا كلهم على ادلب. هالشيء خبر اكيد، توني حكيت محمد هلال. ايه اللي سوى العمليه. ايه. كلهم نصهم زت سلاح وزت، والما زتوا راح على ادلب، تركوا راح على ادلب حوالي 300 واحد. وقرايبين هلال؟ قرايبين هلال كلهم راحوا على ادلب، وقسم منهم رجع على تركيا على كلش، مشان جث شيتو.